بيقول أنا متجوز وعندي بنتين وولد، مراتي بنت ناس طيبين وأنا بحبها جدا وعيشتنا مع بعض عيشة كويسة وحياتنا تمام جدا. ليها واحدة صاحبتها حذرتها منها كتير وهي تقول لي مالها، ما هي كويسة وما شفناش منها أي حاجة وحشة، بلاش سوء الظن اللي انت فيه ده. وأنا نظرتي ليها كراجل حاسسها مش كويسة ومش زي ما مراتي فاكراها أو شايفاها. هي بتجيلنا البيت تقعد عشان مراتي ما بتحبش تخرج كتير. المهم لقيتها بعتلي طلب صداقة، قلت لمراتي، قالت لي عادي، ما هي مش غريبة، دي مننا. فضلت تكلمني، مرة تسلم عليا، مرة تسأل على مراتي وتقولي أصل تليفونها مقفول، رغم إن مراتي قاعدة جنبي والتليفون مفتوح. ولما قلت لها وحاولت أنبهها قالت لي أنت مكبر الموضوع قوي. بدأت المكالمات والرسايل تزيد، بتهتم بتفاصيل حياتنا وبتتدخل فيها وتسأل عليا، ده بحكم إن هي بتقعد معانا في البيت لفترات طويلة جدا، لحد ما اتشدت ليها. حاولت أبعدها عن حياتنا بس مراتي فضلت مصرة على وجودها داخل حياتنا وتفاصيل حياتنا وإنها صاحبة عمرها. فضلت المكالمات تزيد والزيارات تزيد. دلوقتي قالت لي إنها موافقة إننا نتجوز في السر، ولما رفضت قالت لي امال كنا بنتكلم ليه؟ طب ايه رايك ان انا هاخد كل المكالمات والمسجات اللي بينا وهوريهم لمراتك؟ قلت لها طيب اديني وقت، بس انا استحاله اتجوزها. عايزه اقول الحقيقه لمراتي عشان اخرجها من حياتنا، خايف بيتي يتخرب لو اتجوزتها في السر عشان تسكت وما تقولش، وفي نيتي اني هطلقها بعد شويه. هل كده يبقى حرام؟ ده سؤال. مراتي لازم تعرف ولا عادي اني اخبي عليها؟ ده سؤال تاني. والله انا كنت مبسوط بحياتي بس مراتي الله يسامحها دخلت بيتنا الشيطان وانا ضعفت وغصب عني ومش عارف اعمل ايه. ده سؤال هنجاوبه ان شاء الله النهارده ضمن اسئله تانية كتير مع فضيله الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى بدار الافتاء المصريه، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. فضيله الشيخ سلام عليكم واهلا بحضرتك. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. عدى عليا من زمان قوي رسالة شبه دي، بس يمكن كانت أصعب شوية، وكانت الزوجة هي اللي بتحكي وبتقول إن هي بنفسها هي اللي دخلت الشخصية دي حياتها وكانت عارفة كل اللي بيحصل بينها وبين زوجها. الستات بتعمل كده ليه؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الوفاء أصبح نادرا في حياتنا. صحيح. والناس بتتدخل في شؤون الناس بلا إخلاص. زمان لما كان حد يدخل البيوت كان يبقى عايز يصلح، يبقى بالضبط ويعرف قيمة البيت ويعرف حرمة البيت، واصحاب البيت دول كأنهم اخواته. زوجة صاحبه دي كأنها أخته، أمينة على البيت كأنه بيته بالظبط. الست اللي بتدخل البيت أمينة على استقرار البيت. الاتنين واقعين في مشكلة والاتنين غلطانين. الزوجة غلطانة لأنها ساذجة بطريقة كبيرة قوي، طيبة قوي، مدية الأمان، مدية الأمان قوي. ودي سذاجة، يعني كلمة ساذجة مش سب ليها، بس يعني بمعنى يعني هي بتتغر. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن غر كريم، بيتغر، بيضحك عليه كده وحد يسترسل معاه لما يوقعه. احنا دايما في ناس طيبة بتدي الأمان. ده اللي حصل معاه. هو الحقيقة برضه استرسل. كان أول ما وجد الرسائل قال لمراته اتفضلي عشان أثبت لك إن هي داخلة تخرب بيتنا. أما إن هو تقول له دلوقتي يا تتجوزني يا وري الرسائل لزوجتك، أقول لها وري الرسائل لزوجتي. أنا غلطت إني استرسلت معاكي، بس لو اتجوزها هيبقى غلط أكتر، هيبقى غلط أكتر بقى. طبعا هيبقى غلط، الاتنين هيبقوا أخطأوا في حق الست دي وحق وغلط كبير. طب هو حضرتك شايف إن هو يصارحها؟ هيصارح زوجته. يعني أنا شايفة إن الأفضل إن أنت تقول لها أيوة. وتواجهها بإنه أنت كنتي سبب رئيسي بالضبط. في إن الست دي تدخل حياتنا وتتدخل بالشكل ده، خصوصا إنه نبهها وحذرها أكتر من ويوريها صور التهديد، لو ما اتجوزتنيش أنا هصور رسائل. أقول لها اتفضلي شوفي صاحبتك عشان بس وتبقى أنت تمام، مفيش أي مشكلة من ناحيتك. ده الصح، ده الخروج من المشكلة. أما المشكلة إن أنا أتجوزها وبعدين أطلقها، الزوجة هتعرف البيت هيخرب، هتدخل في مشكلة كبيرة جدا. فلذلك ده هو والله أعلم الحل إن شاء الله. إن شاء الله.